أوقات بيحصل خلاف في بيت، الصوت بيعلى والأبواب بتتقفل بعصبية والدنيا بتتقلب. الكبار بعدها بيهدوا بيكملوا يومهم كأن مفيش حاجة حصلت، بس بينسوا إن في طفل كان واقف شايف وسامع، وإنه بيفضل عايش جوه دايرة خوف اتبنت من اللحظة دي. أنا عايزك تشوف معايا المشهد ده. طفل راجع من يومه زي أي طفل، بس أول ما يقرب من باب البيت يحس إن رجليه بتتقل. مش خوف كامل ولا أمان كامل، حاجة في النص بتخليه ياخد نفسه بالراحة، كأنه داخل على حاجة مش فاهمها بس حاسس إنها مستنياه. يمد إيده عشان يفتح، وجواه سؤال موجود من زمان: ليه نهايات اليوم عندي مش زي صحابي؟ الإحساس ده بيتكرر لحد ما يبقى جزء من يومه من غير ما يبان عليه أو يقول لحد. وأول ما يدخل الجو يبقى مش مريح. الأب صوته أعلى من الطبيعي، الأم بتحاول ترد وصوتها فيه رعشة خفيفة قبل كل كلمة، كلام مش كامل، خطوات غريبة وسريعة، كرسي بيتشد، باب يتقفل بقوة مش زي الأيام العادية. وهو واقف مش فاهم إيه اللي بيحصل، بس فاهم إن مكانه في النص حتى لو محدش طلب منه ده. يبص حواليه، على الأرض، على لعبة، على الشنطة، مش لأنه مهتم لكن لأنه بيدور على أي حاجة تبعده عن اللي بيحصل. واللي يوجع بجد إنه بقى يعرف اللحظة قبل ما تحصل، يعرفها من نبرة الصوت اللي بيتغير، من النفس اللي بقى أسرع، من السكوت اللي بيطول، من أي حركة صغيرة محدش بياخد باله منها غيره. يقف مكانه ويحس إن كل حاجة جواه بتتحول لحالة استعداد، لحظة سكون بس بتقول إن في حاجة كبيرة جاية. هو مش محتاج يسمع أول كلمة، هو خلاص فاهم الجو رايح على فين. الوجع مش في الخناقة، الوجع في اللحظة اللي بيستناها قبل ما تحصل، في انتظار الصوت قبل الصوت نفسه، وفي القلق اللي بيسبق الكلام حتى لو الكلام ما طلعش. اللي جوه الطفل ده بجد أكبر بكتير قوي من سنه. وهنا بنفهم الطفل ده ما بقاش بس سامع اللي بيحصل، ده بقى واخد باله من اللي بيجي قبل ما يحصل. يبص على وقفة الأب، على أول كلمة من الأم، على السكون اللي بيدخل بينهم فجأة، تفاصيل صغيرة بس هي عنده أهم من الكلام نفسه. ومع الوقت بقى يحسب اليوم من بدري، بيدور على الهدوء، يقعد في مكان بعيد ويحسب كل خطوة بياخدها، مش عشان ده طبعه لكن لأنه اتعلم إنه يحمي نفسه بالطريقة دي. كبر مش في سنه، كبر في الحذر وفي الانتباه وفي خوفه من اللحظة اللي ممكن تقلب الجو. لو بصيت له من بره هتلاقيه هادي، بس جواه خوف وتوتر محدش واخد باله منهم. والأصعب فعلا إن هو نفسه مش عارف يوصف اللي جواه. البيت ممكن يبقى مليان نوايا كويسة، بس التعب بيخلي الصوت يعلى، والضغط بيغير شكل الكلام، والنتيجة بتيجي على أضعف واحد في البيت. الأب شايل حمله، والأم مستنزفة، والطفل هو اللي بيدفع الضريبة من غير ما يفهم أصل الحكاية. وفي يوم يحس إن البيت ما بقاش المكان اللي بيحميه، لكن بقى مجرد مكان بيعدي عليه ويدعي اليوم يعدي على خير. يمكن كان محتاج يوم واحد بس يشوف فيه هدوء حقيقي عشان يعرف إن الدنيا أبسط من اللي هو شافه. يمكن الصورة دلوقتي بقت أوضح حتى لو محلتش المشكلة. تفتكر طفل اتربى في الجو ده ممكن يبقى عامل إزاي؟ ممكن يبقى ساكت زيادة، أو عصبي في حاجات بسيطة، أو حساس لأي كلمة حتى لو مش مقصودة. وممكن يحسب رد فعله قبل ما يتكلم، ويفكر في أسوأ احتمال من غير أي سبب واضح. في طفل بيستخبى، وفي طفل بيهاجم، وفي طفل بيمشي جنب الحيط من غير ما حد يفهم إنه ده مش طبعه، ده أثر لحاجات كانت أكبر منه. ومع الوقت يفضل شايل جواه حاجات محدش يعرف اتجمعت امتى ولا ليه بتظهر في مواقف بسيطة وصغيرة. في حاجات ما كانش طرف فيها بس دفع تمنها، وفي كلام ما كانش موجه ليه بس حقيقي علم فيه.
والأصعب إنه يكبر ولسه بيسمع نفس الوجع القديم من غير ما يكون فاكر تفاصيله حتى. أثر يفضل ويكمل معاه حتى بعد ما السبب نفسه اختفى. وفي النهاية لو الحكاية دي لمستك سيبها تكمل طريقها، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، يمكن المعنى اللي مستنيك يكون في الحلقة اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي سابت جوانا صوت.